كابتن جومارد موسى، انت كنت لاعب منتخب سوريا ولاعب فريق الجهاد سابقا، كيف شفت الاجواء هون وانت مشارك بهذا الكرنفال الكردي السوري في المانيا؟ طبعا اول شيء اهلا وسهلا فيكم جميعا. بصراحه مبسوطين كثير للمشاركه بهذا الكرنفال ولا يعني للتحضير لهذا الكرنفال، لانه فعلا الكرنفال بينرفع فيه الراس سوريين والجميع عم يتشارك بهالتحضيرات. تجمع كثير رائع، اول مره بيصير باوروبا. نحن كمنتخب قامش لو مشاركين بهاي البطوله، نتمنى من المنتخبات الثلاثه انه يقدموا مستوى جيد، يتعاونوا مع الجميع لحتى ننجح هاي البطوله، لانه نجاح البطوله بصراحه نجاح لنا كلياتنا. بنتمنى انه هالجمهور يطلع مبسوط ويستمتع بهالاجواء هاي. كابتن جومارد، انت شو بتوجه كلمه للاتحاد السوري ليجي ينقي لاعبين من هون كمان، يعني من اوروبا؟ وجهنا دعوه اللجنه الفنيه للاعبين المغتربين، فرصه كبيره كثير لهي اللجنه لحتى يتواجدوا يشوفوا 3 منتخبات، حوالي اكثر من 60 لاعب راح يشاركوا بهاي البطوله، وكلهم مواهب، كلهم اعمار صغيره. فرصه كثير كويسه لحتى يجوا ينقوا لاعبين، نتمنى يتواجدوا بهاي البطوله. كابتن جوبرد، اخر كلمه، شو بتوجه كلمه لنادي الجهاد الرياضي وعنده مباراه مهمه مع الحريه؟ اول شيء الف مبروك التاهل، او خلينا نقول الفوز والتاهل للمباراه الفاصله مع نادي الحريه. نادي الجهاد نادي عريق، نادي كبير، كمان نادي الحريه نادي محترم ونادي عريق. نتمنى التوفيق لنادينا نادي الجهاد والصعود للدرجه الممتاز، مكانه الطبيعي بين الاقوياء ان شاء الله.